في صموئيل الثاني، وربط الاصحاح الاخير من صموئيل الاول للاصحاح الاول في صموئيل الثاني. الاصحاح الاول من صموئيل الاول من صموئيل الثاني، فاكرين كان فيه ايه؟ ملخص الاحداث كان فيه اول حاجه ان ايه؟ ايوه سماع داوود بنوط شاول ورثاء مين؟ داوود لشاول ويونسان. ده كان ملخص الاصحاح الاول. ملخص الاصحاح الثاني بقى داوود اتمسح ملك على يهوذا. ازاي؟ داوود سأل ربنا بعد ما هو بقى ايه؟ بكى ورثى شاول، سأل ربنا يا ربي اصعد الى يهوذا، احدى مدن يهوذا. قام ربنا قال له ايه؟ اصعد. طب قال له فين؟ اروح لعند فين؟ قال له الى حبروت. ففعلا ذهب هو وزوجاته اخينوعه وابيجايل، وخد رجاله وزوجاته معاه وراحوا استقروا في حبروت، وهناك قابلهم رجال يهوذا ومسحوا داوود ملك على بيت يهوذا. وعرفوا داوود ان رجال يبيش جلعاد هم اللي دفنوا شاول. فطبعا اتبسط جدا وفرح من اللي فعلوا رجال يبيش جلعاد، وبعت لهم وقال لهم مباركون انتم في الرب لانكم فعلتم هذا لسيدكم شاول. فالان انا ضعيف ومسكت ملكا على بيت يهوذا، فكونوا معي رجال ذوي بأس. ده اللي قالوا لرجال يبيش جلعاد. بعد كده بعد ما مسكوه ملك جه ابناير بن ناير، ده كان رئيس جيش شاول. فخد إشبوشت ده تمثيله ابن مين؟ ابن شاول. خدوا وعملوا ملك على كل اسرائيل. فابناير بن ناير خد إشبوشت وعمل ملك على كل اسرائيل. عشان خلي بالكم هيجيلكم تعرفوا مين هو ابناير مين هو إشبوشت، عشان تكونوا عارفين. لما عملوا ملك ضاف بقى حرب بين شاول وبين داوود. الحرب كانت شديدة، ومات في الحرب دي 19 رجل من رجال داوود ومعاهم عسمائيل وحولهم ازاي، ومات 360 رجل من رجال ابناير. في الوقت ده الحرب كانت شديدة، انكسر ابناير قدام عبيد داوود. لكن كان في واحد اسمه عسائيل ده كان اخو يؤاب وابيشاي، والثلاثه دول ولاد واحد اسمه سارويا. علشان هيجيلكوا سؤال يقول لكم تعرفوا ايه عن سارويا؟ مين هو سارويا؟ هو ده والد يؤاب وابيشاي وعسائيل، دول والدهم الثلاثه. فعسائيل كان بيجري جري زي الظبط، كان بيجري كتير قوي. قعد يجري ورا مين؟ ورا ابناير، وهو بيجري عمال يجري. فيقول له هو انت عسائيل؟ قال له ايوه انا. قال له طب مين يسار او يمين كده وخد اي حد من الغلمان. فرفض عسائيل وفضل يجري وراه. قال له انا مش عاوز اقتلك، ازاي هبص في وجه اخيك يؤاب لو قتلتك؟ انا مش عاوز اقتلك. فالمهم ايه؟ برضه عسائيل رفض وفضل يجري ورا مين؟ ورا ابناير. راح ابناير عمل ايه؟ قتلوا بالرمح بتاعه، دخل الرمح فيه وقتل. اتقتل عسائيل. يؤاب وابيشاي اخوات على اخوات عسائيل عرفوا ان اخوهم اتقتل. قعد يجروا ورا مين؟ ورا ابناير، صمموا ان هما يقتلوه. والحرب كانت شديده واتقتل كتير جدا. فنادى ابناير لمين؟ ليؤاب وقال له هل يأكل إلى متى يأكل السيد كده؟ يعني ما ينفعش كده، أنت مش قادر تؤمر جيشك إنه كفاية ضرب إخواتهم. ففعلا يؤاب فكر في الكلام وضرب بالبوق ووقف القتال ساعتها ورجعوا كل واحد مدينته. ده كان ملخص الإصحاح إيه؟ التاني. أخدوا ابناير قصدي اخو عسائيل ده كان مثال. في ملخص الاصحاح الثالث بقى طبعا بعد الحرب ما كانت شديده، بس كان شعب داوود بيت داوود بيتقوى، لكن بيت شاول بايه؟ بيضعف.
داوود يتقوى وبيت شاول بيطلع. فكان في سريه او جاريه لشاول، خدها ابناير ودخل اليه. فجه إشبوشت بيقول لابناير انت ازاي تدخل على جاريه والدي جاريه شاول؟ قال له بقى بعد اللي عملته مع الاسره ومع بيت شاول ده كله، وان انا حميتهم وكمان ما سلمتكش ليد داوود، انت جاي دلوقتي تطلبني باسم المرأة؟ طيب انا بقى زي ما قررت امر داوود وقال له او بيت داوود وقال له ان انت اللي هتمسك بيت اسرائيل شعب اسرائيل، انا هروح لمين؟ لداوود وهنضم ليه. وفعلا ارسل ابناير لداوود وقال له اقم عهدك معي، يعني انت عهدني وانا يدي معاك اهدي، هرجع لك كل كل بلاد اسرائيل او كل مشرق اسرائيل، هرجع لك كل اسرائيل، بس اقم عهدك معي. وبعد كده فعلا داوود بس قال له في شرط، قال له انت مش هتشوف وجهي الا لو معاك مين؟ اللي قرب ميكال مين؟ بنت شاول اللي كانت زوجة مين؟ زوجة داوود. قال له ما تشوفش وجهي لو معاك ميكال بنت شاول اللي كانت فعلا. وبعد جابها من بيت جوزها ما كانت متجوزة، بعد جابها من بيت جوزها وجوزها. ابناير معاه 20 رجل لداوود وعمل لهم وليمة. فابناير قال له ممكن اذهب واجيب لك جميع رجال اسرائيل يقيموا عندهم معه، يعني عندهم ان هم يبقوا معاه. قام داوود قال له ايه؟ اذهب بسلام. فعلا بعد الوليمه وذهب ابناير عشان يجيب ايه؟ رجال اسرائيل يقيموا معاه. ودي كانت نهايه الاصحاح الايه؟ لا من الاصحاح الثاني. في الاصحاح الثاني بقى جه مين؟ بره يؤاب ومعاه الوزراء والجيش بتاعه. على كل هو كان لنا ابناير، قالوا كان لنا ابناير وداوود مشاه سلام. راح جاي انت ازاي تسيبه؟ ازاي تمشيه؟ ده جاي عشان يعرف اخبارك، ده جاي عشان يعرف دخولك وخروجك، ده جاي عشان يعرف انت بتعمل ايه. قام داوود طبعا سكت، فراح بقى يؤاب عمل ايه؟ يؤاب بعت رسل ورا مين؟ ورا ابناير يرجعوه. وفعلا رفضوه. وبعدين بعد ما رفضوه قابلوا مين؟ قابلوا عشان على اساس انه هيكلموا سر كده في السر، هيكلموا. راح واحد وضرب حرب الضبط وموته. طبعا ما كانش داوود يعرف الكلام ده. داوود بعد ما عرف يموت ناير حزن جدا وبكى ومزق هدومه، وبعد كده رفض الاكل. جم يجيبوا الاكل قال لهم ازاي ده في بطل عظيم مات النهارده، ورفض الاكل بتاعهم ما يرفضوا الاكل لحد بعد غروب الشمس. وفعلا حزن جدا قال لهم ده في ناس عظيم، في بطل عظيم مات النهارده. وده كان نهايه الاصحاح الثاني. الاصحاح الرابع اتكلم عن موت إشبوشت. ازاي؟ بعد ما ابناير مات إشبوشت عرف ان ابناير مات. خاف جدا طبعا لان هو اللي كان بيحميه. خاف الشعب كله خاف. فايه اللي حصل؟ كان هو نايم في بيته، كان إشبوشت نايم في بيته، وكان في رجلين دول رئيس رؤساء غزاة. الرجلين دول دخلوا عليه وهو نايم عشان يسرقوا حنطه اللي هي الغله، ياخدوا حنطه. فدخلوا لقوه نايم في فراشه، راحوا قاتلينه وقاطعين راسه وخدوا راسه راحوا بيها لمين؟ لداوود. قالوا له بص ربنا انتقمك اهو، احنا جايبين لك راس إشبوشت ابن شاول، ربنا انتقمك من داوود من شاول وناسيه. قال ايه؟ حي هو الرب الذي فداني من كل ذنب. انتوا مش عارفين اللي جه وقال لي ان شاول مات
وكان مفكر نفسه بيبشرني انا عملت فيه ايه؟ ده انا امرت الاكل، عملت ايه؟ دمه فين؟ لكن انتوا بقى اعمل فيكوا ايه وانتوا جايين داخلين على رجل في بيتي ونايم في فراشه وايه علشان جايين واكلتوه وجايبين لي راسه؟ لا، ده امر بقى بايه؟ امر باكلهم هما الاثنين وتعليقهم فوق البيتنا وقطع ايديهم ورجليهم، ودي كانت العقاب بتاعهم. ده كان الايه؟ الاسقاط الرابع، بس مفهوش غير موت الشبوك. ودول الثلاث اسقاطات. عرفت حاجه؟ في بقى اسئله موجوده، يعني مثلا في سؤال بيقول انت تعرف ايه عن الشبوش؟ ده اللي احنا قلناه هو ابن مين؟ ابن شاول. ومين اللي جعله ملك؟ أبنايل جعل ملك على كل إسرائيل، خلاص؟ وهو اللي حارب داوود. طب في كمان تعرف ايه عن ايه؟ عسائيل. عسائيل ده ابن مين؟ سارويا اللي هو اخو مين؟ يؤاب وابيشاي. رغم ده في ناس قالت وجميله خالص. وقتلوا مين؟ أبنايل لما ايه؟ يجي وراه. عسائيل ده نعم عسائيل. طب تعرف ايه عن سارويا؟ سارويا ده مين؟ أبو مين؟ الثلاثة اللي هم يؤاب وأبيشاي وعسائيل. دي من ايه؟ في نفس السؤال رقم بيقول اللي قال العبارة دي مين؟ اللي هو قال ايه؟ قال الأهل يا بيت هل مباركون أنتم في الرب لأنكم فعلتم ايه؟ مين اللي قال الكلام ده؟ داوود. لمين؟ لأهل يابيش. عشان عملوا ايه؟ في التكمله التكميل ابن مين؟ لما سأل وقال له انت ابن مين؟ قال له انا ابن مين؟ الغلام اللي جه. بصوا الغلام اللي جه بشر داوود. برافو عليك. الغلام اللي جه بشر داوود بموت شاول. قال له انا ابن رجل غريب عمليه فعلا. ده اللي بشره بموت شاول ويناسب ده ياخد اصحاب الاول. طيب يقول هل الى الابد ياخد اساس؟ ده سؤال استنكاري يا جماعه. هو جاي الاسئله اللي قالت كذب عن الاسئله دي. قال له ابنايل ليؤاب. ده سؤال استنكاري بيقول له ازاي احنا هنفضل نحارب بعض كده؟ هيفضل اخوه يموتوا بعض كده؟ في بعض الاسئله اللي موجوده في الاربع اصحاحات الاولانيه. وربنا كده يبارككم وتقدروا تعملوا